طبعا انا عايزه اقول لكم ان مفيش ولا واحده فينا وبلا استثناء ما نفسهاش، ان خاصة لو كانت شقتها صغيرة كده وحلوة، فبيبقى كل حلمها واولكم انا ان ربنا يكرمها بمكان اوسع في منطقة راقية، جيرة بقى، مكان، موقع، كل ده بيبقى للأحسن وللأرقى. كتير بقى نقعد نحلم ونتخيل منظر البلكونة مش عارفة يبقى عامل ازاي، تفاصيل المطبخ واسع، حمام مش عارفة عامل ازاي، كل ده بنقعد نحلم ونتخيل بقى على مزاجنا، سواء بقى شقة او نطمع خالص يعني يبقى بيت، يا سلام، يبقى بقى براحتنا كده. طب لو قلتلك فيلا، يا نهار ابيض، ده في الاحلام بس، ده في الاحلام بس على فكرة. طب لو قصر، يا خرابي، ده احنا ممكن يغمى علينا. طب طقطقي بقى ودنك كويس واسمعي الكلام اللي انا هقولهولك وركزي في كل كلمة فيه. لو انا دلوقتي جيت قلتلك انا جايبالك عرض دلوقتي انك هيكون ليكي مش شقة ولا بيت ولا فيلا، هيكون ليكي قصر بتاعك ملكي، قصر في مكان راقي. بصوا، في انضف واطهر واحسن مكان، مع انضف واحسن واطهر واشرف بشر، منظره بقى وموقعه وكل حاجة فوق تخيلاتك من الجمال. وبايديك انتي ان ما يكونش قصر واحد، ان يكون على حسب ما انت عايزه، يعني على حسب ما انت عايزه هتزودي، هيبقى كذا قصر. هتقولي لي الحقيني بسرعه بالمقابل، اكيد مقابلها، اكيد مفيش حاجه ملهاش مقابل. طب بقى لو قلتلك ان المقابل لا فلوس ولا مليارات ولا بليارات ولا كونات ولا اي حاجه من الكلام ده، هو مقابلها علشان تكسبي القصر هو كلام بس بسيط، من غير مجهود ولا تعب ولا اي حاجه. واصلا احنا يعني بنحب الكلام، احنا بنقعد نتكلم كتير قوي، فايه يعني لو نخلي جزء من الكلام بتاعنا اللي ملهوش اي لازمه في حاجه زي كده حلوه. فذكرنا بقى النهارده، او فضل ذكرنا الاول، بيقول: اذا اردت ان يبنى الله لك قصرا في الجنه، لو انت عايزه ربنا يبني ليكي قصر في الجنة فهتقولي ايه؟ فردد سورة الإخلاص 10 مرات، حديث حسن. وطبعا سورة الإخلاص اللي كلنا عارفينها، اللي هي قل هو الله أحد، وطبعا مش حاجة صعبة وكلنا عارفينها، مش هتاخد مننا غير دقايق ولا ساعات ولا حاجة، ومقابلها كنز كبير. ويلا بقى ندخل على الروتين والقلبان اللي قدامكم ده. شايفين الدنيا على بعضها ازاي؟ طبعا انتوا عارفين ان ده من يوم البلكونة، لما روقنا البلكونة دخلنا كل حاجة جوه، فكل حاجة بقت فوق بعضها ومتكركبة، وكل ده هنشيلوه حاجة حاجة كده ونروقوه. وطبعا لازم نعمله كده مع بعض عشان نتشجعوا ونقوم نخلصوا كل حاجة ورا. بس الاول عايزه اقول لكم قبل ما نبدا وندخل في الروتين القوي فلو كانت عجبتك فكره فضل الذكر وانت قلتيها، اهم حاجه انك تقوليها، ودي اهم حاجه عندي. حتى لو انت ما استفدتيش بحاجه من الروتين، على الاقل تكوني طلعتي بحاجه تنفعك في حياتك. فما تنسيش بقى اللايك لو انت لسه ما عملتوهوش، علشان يرفع الفيديو ويوصل لعدد اكتر من الناس. فانت كده بتعملي ايه؟ انك بتكوني شاركتي في الاجر، ان كل واحد بيقوله بسببك فانت بتاخدي الحسنات. لو هو قال مثلا، كأنك انت اللي قلتي، الحسنات عنده بتبقى زي عندك بالظبط، ولا اقل ولا حاجه. فدي في حد ذاتها حاجه جميله من ربنا. عشان كده انا حطيت فضل الذكر ده في اول الفيديو. انا المفروض ان الفضل ده كان في الفيديو اللي فات، اللي هو بتاعت قبعه السلطان دي، بس انا والله خالص نسيت ان انا احطها في اول الفيديو، فحطيتها لكم في اول فيديو هنا، علشان حتى انت لو ما كملتيش الفيديو تبقي استفدتي بحاجه. ودي بصوا يعني بحد ذاتها انا مبسوطه بيها قوي. انا بقى في خطه هقولها لكم، بصوا يعني هتكسبنا كتير قوي، عايزه اقول لكم، بصوا ما نعملوش يعني ما نعملوش لدنيتنا خالص. الدنيا دي اقسم بالله ما لها لازمه، الواحد ما يبقاش يحس بطعمها اصلا. نتشجعوا كده مع بعض ونشجعوا بعضنا كده، ونبقى جروب كده، ويعني نساهم في الخير ونساعد في الخير بحاجات بسيطة، ونذكر نفسنا والكلام. نفسي حد يشجعني والله بالمواضيع دي. انا عن نفسي يعني اوقات بنسى، اوقات بعمل، اوقات بسهى. فاحنا ايه، عايزين نحط خطة. اول خطة هقولها لكم في الفيديو اول خطة هتعجبكم قوي. بس تعالوا بقى ندخل على الروتين كده ونتشجع كده وناخد حماس وطاقة، علشان نستقبل كده الشتاء. لو انت لسه متأخرة فانت ما تأخرتيش، ما تقلقيش يعني. يلا بقى كملي معايا الفيديو.
واحنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بصوا تعالوا ناخد الدنيا حاجة حاجة. احنا الاول كنا عاملين البلكونة دي عملتها مرتين بسبب يعني لو حد عارف يعني وشافني قبل كده ان الفار كان مبهدل لي الدنيا، وكان كله ده مش هشرحه تاني لان انا شرحته لكم في فيديوهين قبل كده. تمام. بعدين اللي حصل دخلنا طبعا كل حاجة جوه، لما جينا روقنا البلكونة تاني كل حاجة بقت مكومة جوه، فكل حاجه اتكركبت. واصلا انا كنت بروق البلكونه ما كنتش مروقه جوه، فاهمين قصدي؟ بس انا كنت بروق. دلوقتي بنروقه ترويق عميق علشان احنا داخلين على الشتاء، علشان احنا لما هنروق الترويق العميق ده زي ما قلت لكم احنا بنعمل كده جرد للبيت كله. اي حاجه بقى ملهاش لازمه بنرميها، اي حاجه مش مظبوطه بنظبطها. الدنيا هتيجي تتكركب تاني. بس احنا دلوقتي داخلين على وقت صعب، وقت رمضان. وقت رمضان ده ما فيهوش وقت. لما هنيجي نروق بصوا يعني اعذروني، لما نيجي نروق تاني في رمضان ده هيكون يعني الترويقه بتاعت الشتا دي داخله على رمضان. انتوا بصوا كام يوم، كام شهرين الا كام يوم وهتلاقي رمضان دخل. هنيجي تاني ترويقه رمضان، هيبقى ايه؟ هيبقى الترويقه دي سهله علينا شويه لان احنا مروقين ترويقه عميق قبليها، فهنروق ترويقه عميق لرمضان. بعديها العيد اللي جاي ده بالذات ما فيهوش وقت. ليه؟ لانه عيد رمضان، وعيد ورمضان اصلا بتبقي انت ما فيش وقت ما بين الاكل، ما بين مش عارفه العيال، ما بين دروس، ما بين مش عارفه ايه، فهتلاقي ما فيش وقت خالص. هيجيلك ترويق ما بين الكحك والبسكوت. يا جماعه الكحك ما تنسوش، الكحك والبسكوت هصورها لكم من المخبز. انا متشجعه للموضوع ده قوي قوي قوي. تمام. فاحنا ايه بيبقى بقى الكحك والبسكوت ومش عارفه ايه، فما بقاش في وقت غير العيد التاني. يمكن في وقت شويه لينا احنا كربات بيوت نروق ونظبط، والخبطات اللي بتحصل قبل العيد دي على طول. فايه ما بيبقاش في وقت. فترويقة بقى شتاء عميق مع ترويقة رمضان عميق هتسهل لك ترويقة الشتاء، هتخليها لك سهلة وبسيطة لان السابق قبليها بشهر وقبليها بشهرين. السابق قبليها قلبان حصل في البيت وفوران كده وطلعتي كل اللي ملهوش لازمه وكل فاهمين قصدي صح؟ تعالوا بقى نقول احنا بنعمل ايه. دلوقتي بقى انا بغسل شبابيك البلكونه او بيبان البلكونه او شيش البلكونه. ايوه هو الشيش دوت. فكيت الازاز وفكيت الشيش اللي هو من جوه الكبير دوت. وقلت يعني انا المره اللي فاتت لما روقت معاكم البلكونه شطفته كده بالميه وهو موجود في المكان بتاعه، يعني ما شلتوش ولا حاجه. المره دي بقى شلته. قلت لا انا المره الجايه بصوا مش هغسله، هو المفروض ان هو ما يتغسلش. وجوزي بيقول لي كده كذا مره ما تغسليش، بس انا ما فيش فايده فيا. يعني هي دي يمكن يعني دي اول مره اشيله من مكانه اصلا. قلت له والله يعني عارفين الازاز ده كان واقف عليه دبان ومبهدله، كان باين بلاوي اللي عاملها الدبان يعني فيه. ماشي. اليومين اللي فاتوا دول كان عندي كميه دبان رهيبه رهيبه بسبب قرف الزفوطه دول النيله دول. فقال لي يعني الخشب لما بيتغسل اول حاجه بيطرقع، يعني بيفرقع باين، او اللون بيطرقع حاجه زي كده. هي حاجه بتفرقع كده ان اللون يعني لو تلاحظوا ان الخشب بينفش. اول حاجه بينفش ما تعرفيش تقفليه. حتى تلاقي في الشتاء ان البيبان حتى لو ما طلعهاش ميه البيبان ما بتتقفلش بسهوله، او الشبابيك ما بتتقفلش بسهوله في الشتاء غير الصيف. فانا عارفه كل ده. انا حتى كنت يعني ما برتاحش عندنا غير لما اغسل بقى وانا في بيت ابويا لسه اغسل شبابيك مش عارفه الشبابيك والبيبان ومش عارفه ايه، ويلاقوا لونهم بهت وتلاقي لونهم عمل. فدي حاجه وحشه يعني، حاجه مش حلوه. انت بالنسبه لك غسيل بقى وميه وزروطه حاجه حلوه. لا انا عشان كده بس انا غسلت يعني عشان الفرقه موجود والكلام ده، فقلت اغسله بس وخلاص. يعني مش هتحصل تاني ان شاء الله. بعد كده همسحه وبعد كده اشوف له غلطات بعد كده الكلام ده كله. فانا غسلت كمان لو تلاحظوا ان الازاز بالذات غسلته بصابون وكده. يعني جبت حبه صابون كانوا في الكيسه وقمت جايه غاسله بيهم علشان احس نفسي ان هو نضف. وخلاص بقى كده غسلنا الشيش وغسلنا الازاز ونزلنا منهم الاتربه. بصوا بقى هنا انا لاحظت شايفين الابيض اللي في الخشب دوت تقريبا ده فرقعت اللون اللي بيقول عليه. والله شكله هو. بصوا بعد كده مفيش غسيل تاني، مش هيكون غير ان الفوطه في ايد اليمين والخلطه في ايد الشمال. ولو لقيتوني بعمل غير كده زعقولي. وتعالوا بقى يقال ان هو ريسبشن يعني. تعالوا نشيل كل الحاجات اللي على الارض ديت
طبعا هو اصلا يعني ما كنتش روقته، يعني هو كان مش عارفه كنت بدور على ايه ساعتها، فالشيلات اترمت على الارض والمفرش اللي انا بفرشه على شيل، بصوا كل حاجه متكركب. دخلت روقت بقى البلكونه زي ما انتوا عارفين كده، كل اللي في البلكونه دخل، فكله بقى بصوا لخبطيطه بالصلصه خالص. شلت كل حاجه فيه كده والترابيزه، قلت بقى اروح يعني افصل كده شويه علشان اعرف اكمل اعمل واحد كابتشينو اللي انا بوريه لكم ده. وريته لكم المره اللي فاتت في المشتريات، بصوا فظيع فظعان، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، جميل بطريقه فظيعه. طبعا المطبخ برضو ما كنتش عملت فيه اي حاجه، انا قمت على موضوع البلكونه ده زي ما بقول لكم. حتى السوله كانت صاحيه، قلت لا ما بديهاش بقى. ومش عارفه بقى يوم البتاع ده كان يوم تاني ولا وراه على طول. المهم رحت عملت، بص المنطقه اللي هناك دي شايفين اثر الجريمه، بس الحمد لله يعني يا جماعه الحمد لله. دلوقتي عايزه اقول لكم ما فيش ولا واحد، الحمد لله، هذا من فضل ربي يا جماعه والله، يعني الحمد لله ان تمت كده على خير. ما فيش واحد من يا رب ينقرضوا دخل لي جوه. لو كان دخل لي جوه ما كنتش عارفه بجد انا هعمل ايه. المهم بقى ايه، قلت اشيل. طبعا انتوا عارفين يا جماعه، انتوا عارفين ايه اللي بيدخل كل الكراكيب دي تحت الكراسي وتحت الانتريه يعني عموما، بس الحاجات اللي على الجنب دي انا اللي حطاها. تمام. قلت اشيل الكرسي كده لان بقى هنغسل بقى ورغاوي بقى وبصوا يعني. بس لا المره اللي فاتت كان فيها رغاوي اكتر وشلنا وبرده رجع تاني الكركب. فانا عايزه اقول لكم انا بسجل لكم بعد فتره، الحمد لله الحمد لله مع الاستمراريه، وان كل يوم بكنس مثلا بالمكنسه وكل يوم برتب الدنيا خاصه الجزء اللي جوه دوت. فالحمد لله يعني الموضوع يعني مسيطرة عليه نوعا ما. شفتوا بقى البلكونة، البلكونة مين، شفتوا الكرتونة اللي انا كنت بوريها لكم ديت يعني جوزي كان جايب 3 وحديات منها، واحدة 3 كرتونات يعني. هي تخينة كده وحلوة، فانا مش عايزة استعملها في اي حاجة. انا هعلي بيها سرير السولة اللي مش عايز يعني عايزة اقول لكم من ساعة ما اتحط وهي ما نامتش فيه اهو. السنة هتكمل سنة بالظبط في شهر 1 الجاي، يعني خلاص كلها كام يوم والسنة تقفل السنة يا جماعة. قول لها كل سنة وانت طيبة يا السول وكده بقى. يعني مش عارفة منين طلعت مرة افتكرت وانا بسجل انا مش مصدقة اني حاسة ان الوقت عدى بسرعة قوي. انا حاسة يعني حاسة يمكن عشان قضيت وقت في تعب يعني، فعشان كده مش حاسة ان هي كل ده بقى لها سنة معايا البيت. مش عارفة اتجننت مرة واحدة. المهم هنا بقى ايه، فكيت الكعبلة كده حاجة حاجة، وببتدي اشيل برضو وافك الدنيا واروق الدنيا شوية يعني. وهنا بقى كنت بفكر ان انا عايزة انقل النظام، اغير النظام بقى. طالما فيها ترويق عميق يبقى النظام يتغير، طالما فيها ترويق شتوي يبقى النظام يتغير. فبص بقى عماله افكر، يعني بص عماله بكل ده بفكر اقول اجيب الكراسي دي الناحيه. حتى المشكله ان انا عندي ما بعرفش اغير براحتي لان النظام عندي محكم شويه، او الشقه يعني محكمه شويه، فما بعرفش اغير براحتي فاهمين. غير بقى قبل الجواز يعني كنت في بيت اهلي، انا يعني عايزه اقول لكم ان انا كنت بنقل اكتر من ما بروق فاهمين، اللي هو انا عباره بس ان انا بنقل بس. قلت بقى بدل ما افكر على الناشف كده اجيب الكابتشينو، اخد شفط بس واقوم جايه ايه افكر لي في الكيره وكده خلاص. ما ارتحتش غير لما خلصت الكابتشينو كله، وانا عماله افكر كل ده ومستحليه يعني الكابتشينو وكده. خلاص الفكره جات لي كده وقلت خلاص انا قررت. انا اصلا كنت مقرره من اول بس انا كنت بستهبل شكلي. انا كنت عايزه اغير نظام تاني يعني، بس ما فيه زي ما انا قلت لكم المكان محكم عندي، ف يعني ما اقدرش اغير فيه ياما. فاستقريت بقى ان انا هوريكم الشكل النهائي. بص بقى قلت دي النجفة يا بنات، اللي هي انا شايلاها من ساعتها. وقلت المذيب الدهون على فكرة انا مشتريات الفيديو جاي هيبقى مشتريات هكلمكم فيه على مذيب الدهون عمل لي ايه هنأجله كل ده للفيديو الجاي. انا عامه يعني اشتريت غيره وهقول لكم القديم ايه اللي حصل فيه. انا كنت جايباه بقى للشفاط وللنجفه وللكلام ده كله، والنجفه لسه ما عملتهاش. بص بقى الحاجات اللي واقعه دي ده من الورد اللي هو انا زهقت اصلا منه. السله بقت يعني لما يجي في ايديها تقوم جايه مع عضعضاه كده ومقرقضاه وتقعد ايه تقطع فيه بسنانها السنتين اللي طلعوا لها دول. ف انا اصلا زهقانه منه، ان يعني حاسه بيلم يعني
بيلم دبان كده وبيقفوا عليه وعارفني يعني، وكل شويه عايز تتغسل. فنفسي كده اجيب حاجه حلوه كده على عيد، يبقى ديكور جميل كده وكده يعني. هنا بقى بشيل، بصوا يعني تحت الانتريه او تحت الكنبه ديت انا حاطه المشمع اللي هو الابيض دوت، احنا كنا حاطينه يعني على السجاد، حطيناه في السبوع يعني علشان اللي يدخل ما يبهدلش اطفال. وقعت حاجه، وفعلا في حاجات وقعت يعني، في حاجه وقعت تقريبا على الارض. فهو ميزته كانت حلوه في كده. جه الشتا بيتلج، انتي مثلا بتبقي فرشاه على السجاد بيطلعلك بقى كميه تلج في البيت في الشقه مثلا مش طبيعيه. فانا يعني بصراحه انا حسيته مش عاملاه للهدوم، يعني ان انا احطه على الغسيل، لان انا حاساه يعني اغماء كده. حتى جيت غسلتهم تاني لا، حاساه برضو مش اللي هو الابيض الشفاف الحلو كده. فسبته يعني، قلت يبقى هنا استخدمه في اي حاجه مثلا احتاجته في حاجه. فكرت ان انا اخيطه في الستاره، بس لسه عايزين الستاره تنزل ونعملوها، فالموضوع ده كل ده ما حصلش. وجبت للغسيل واحد ازرق بصراحه مستغلساه، يعني مش انا اللي جبته، جوزي اللي جابهولي يعني. مستغلساه ان هو ازرق وتقيل وكده يعني. فانا كنت بجيبه علشان الجيران اللي فوق يعني لما يجوا بينشروا، يعني كنت جايباه في الصيف يعني عامه. فانا كنت شايلاه اللي انتوا شفتوه في البلكونه، ترويقه البلكونه، لما كنت شايلاه في الكرتونه بتاعه الغساله، ولقيت الفار مقرقده ازاي، ولا في اكل ولا اي حاجه وجديد، والفار كان مقرقدهولي. فدخلته جوه ولسه ما استخدمته والله، ما اتهنيت عليه ولا مره. فانا عايزه لسه اغسله، وبعدين هطلعه برضو معاكم، هغسله واطلعه ونبقى نستعمله في الغسيل يعني. بقى كل حاجه من الكنبه الكبيره وشفطتها بالمكنسه. القطعه اللي متركبه فيها دي اللي طلعناها في الروتين بتاع الاوضه، مش عارفه لسه ما نزلش شكله، لسه الفيديو ما نزلكمش يعني. القطعه اللي هي بتاعه المكنسه قلت بقى يعني بصوا بقالي سنتين وزياده اهو ما جربتش ولا واحده منهم. قلت لما انزل، ايوه هي دي اللي انا بوريها لكم، دي انا فكيتها علشان اوريها لكم. هي دي القطعه دي اول مره اجربها. فلقيتها حلوه قوي، يعني حلوه قوي، اللي هو بتدخل في الاماكن اللي هي الاماكن اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، اللي هي الزاويه ولا اسمها ايه، اللي هي ما تقدرش توصلي لها بسهوله دي. بصوا بقى، انا لما قلبتها لكم كنت متفاجئه فيها كميه تراب من جوه، ده استعمال مره واحده. بصوا شايفين متوسخه من جوه كانك استعملاها بقالك كتير، وانا في الحقيقه اصلا كنت بستعملها يوم واحد بس. وخلاص بقى يا حلوين، خلصنا اللي فوق الكنبه، تعالوا بقى نشوف اللي تحت الكنبه. هو دوت يعني. بصوا انا مش هتكلم، انا هشيل كده وانا ساكته، مش هتكلم ولا هقول اي حاجه. تحت الكنبه حاجات ومحتاجات، والحاجات الرفيع دي بالذات تحسي نفسك ان انت ضغطي مش عارفه تعملي ايه، تاخدي ايه، تبداي منين. فجات لي كده فكيره حلوه، اللي هو ان انا اجيب المكنسه والم كله مع بعض وكده، واقعد بقى ايه المهم يبقوا مجموعين كده قدامي، بدل ما هما متبعترين كده وهما رفيعين كل حاجه مش عارفه تعملي فيها ايه. ايش بقى اكياس ملح على كرتونه على جزمه على بطاطسايه شايفاها قدامكم اهيت، على حاجات ملهاش لازمه على حاجات ليها لازمه. انا مش ده عيش ده صح؟ انا مش عارفه، استغفر الله العظيم، يا رب يا رب ما يكونش كان واقع، انا مش فاكره على فكره هو كان واقع ولا ايه. المهم الجزمه اللي انا جايباها دي الاسول، يعني هي لسه ما بتعرفش تمشي يعني، بس انا حاسه ان هي عقبال ما هتيجي تمشي هي مش هتيجي على رجليها. وعلى فكره في حاجات داخله تحت الكلمه ليها قريب، يعني في حاجات يوم ما جيت اروق يعني زي الكياس الملح دي، أنا كنت جايبه 5 اكياس ملح. هحكي لكم قصه الملح ده يا جماعه، بس خليني اقول لكم على ديت. ده البرفان بتاع زد بتاع مايوي يعني. ف هي قربت تخلص، فشايفين انا بقول لكم الغطا دوت ممكن نطبعه بيه زي حاجه مثلا بسكوت يتغسل يعني، ونستعمله كطابع. جت في بالي اللي هو الاشكال اللي هي بتاعه النجمه والقلوب والكلام ده، هجربه يعني في البيتي فور بسكوت بيتي فور ايه، لا بسكوت التلاجة والحاجات دي. اما الازازه ذات نفسها انا قلت ممكن اعمل فيها تركيبه تانية، يعني انا كذا حد كده اتكلم اللي هو لما بتروحي تعملي تركيبه فبيتخصم لك من حق الازازه، وهي كازازه يعني شيك ان هي يتعمل فيها تركيبه. فممكن اجرب الموضوع ده واقول لكم عليه. فانا حطيت في بالي ان انا اسيبها بالاكتر كمان علشان هي على شكل نجمه كده، فممكن نقصه برضو عليها، لان انا هجيب فوم جليتر
هنعمل بيه زينة رمضان بقى والكلام دوت، هعمله برضو معاكم في فيديو هنا او في روتين يعني. فممكن نقصه عليها شكل النجمة. شلت كل حاجة بقى وكنست الارضية في مزيل عرق على فكرة، اللي انا شلته قدامكم دوت ريحته فظيعة بحبها يعني قوي. هو الاول كان ب15، بعد كده دلوقتي بقى بحاجة و20 يعني. اللي احنا كنا جايبينه ده كان ب27، بس في اماكن على فكرة ب20، ولو غالي قوي ب22 يعني وحاجة. فهو بيتفتح، اللي اخدت بالي منه ان هو بيتفتح من فوق زي ما انا فتحته قدامكم كده. وبرده شامبو بندولين ده بجيبه الاسئله، واحيانا بستعمل معاه فيه بصراحه. هو احلى حاجه للشعر حتى الكبار يعني. لو انتي بتستعملي او شامبو بتستعملي خايفه على فروه شعرك، او شعرك ما بيستحملش اصلا، او عايزه حاجه صحيه من الاخر، استخدمي شامبو الاطفال. شامبو الاطفال بيبقوا هم عاملينه اصلا خصيصا للاطفال، فما بيحطوش فيه كيماويات ياما، الحاجات اللي هي بتضر اكتر، الحاجات اللي هي بتسببش دموع ديت. كل ده يعني كل الحاجات اللي هما بيضيفوها لنا دي بتضر اصلا الشعر، وكل ما بتستعملي فيها اكتر كل ما بتضرلك شعرك اكتر. فامن حاجه ليكي استعملي حاجات الاطفال، كريمات الاطفال يعني عاملين منه برضو. انا مش عارفه بقى بندولين تبعنا ولا مش تبعنا يعني. انا بجيبه ومرتاحه فيه، وفي نفس الوقت خايفه منه. طبعا هو غلى مع اللي غلي، وكانوا ب65، وبعدين في مكان بجيبه منه ثابت يعني سعره 75، في بقى 110. انا بقى هجيبه يعني، ممكن هجيبه اليومين دول وهوريه لكم في المشتريات وهقول لكم جبته بكام. تمام كده. طبعا انا بتكلم بسرعه لان انا لاحظت ان الفيديو خلاص يعني، انا مش عايزه اطوله عن كده، وبرده في نفس الوقت انا مش عايزه كروته كده اللي هو بيبقى فيه تفاصيل كتير، وفي نفس الوقت انا مش عايزه اطوله بحيث ان هو كفيديو روتين انت مش هتقعدي فيه ياما. لا، انت عايزه الروتين حاجه بس تشجعك انك تقومي تنجزي، مش تتفرجي وفي الاخر تحسي نفسك ان انت خلاص وقتك ومجهودك وحماسك كله راح. فانا بقى يا حلوين هختم معاكم الفيديو لحد هنا، ونكمل في الروتين الجاي ان شاء الله. يا رب كده تكونوا اتشجعتم واستفدتم ولو بحاجه بسيطه من الفيديو. ما تنسوش الذكر بتاعنا النهارده. وعايزه اقولك لو كنت وصلتي بقى معايا لاخر الفيديو فانت كده بطله. انزلي قوليلي تحت في الكومنتات، وما تنسيش اللايك. واشوفكم في الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.